صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر بوير عربي على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وأضيفي بالاستوديو الدكتور فريات خلف، اختصاصي بأمراض الفم والأسنان وجراحة الفكين. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا حتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور فريات. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم يا هلا كل المشاهدين والمستمعين. مستمعينا، مثل ما ذكرنا ضيفنا هو اختصاصي بأمراض الفم والأسنان وجراحة الفكين. اليوم رح نحكي عن محاور ومواضيع جدا مهمة. بنتمنى منكم المشاركة، سواء كانت مشاركة الرابط، مشاركة الآراء أو الأسئلة. فيكم تتواصلوا معنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي، ما تترددوا تشيلوا السماعة 429 101، أو عبر كومنت عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، أو على الواتساب 0392 بوجه تحية لزملائي بالكنترول شيرين ومروان، وخلينا نبلش لقائنا. ومواضيعنا لليوم هو رح نحكي بالخط العريض اللي هو خلل اطباق، او يعني اذا صح التعبير نحن رح نلفظه والدكتور اكيد رح يصحح لنا اياها: خلل ارتصاف او انطباق، او اللي هو ما يسمى الاسنان. يعني شو هو، شو العلاج، كيف بيتشخص، شو المحاور عديدة. يعني ايضا رح نحكي شوي عن الاكياس والخراجات والهالامور اللي بتصيب آفات الفك. يعني بالبداية دكتور، لو تحكينا عن موضوع بالخط العريض خلل أطباق الأسنان أو الارتصاف، أو إذا سميناه انطباق أو اللي هو. أهلا وسهلا فيكم كل المستمعين. هلا بالبداية الأطباق، أطباق الأسنان لفظناه صح يعني. هو صح، هو إطباق وانطباق كمان، والارتصاف جاهز. كمان يعني كل مصطلح هو لحال، بس إنه بشكل عام هو الأطباق الأسنان يعني، والارتصاف الأسنان بشكل عام. الأطباق الأسنان هو انتظام الأسنان بطريقة معينة، وتراكب الأسنان العلوية مع السفلية وإطباقها بشكل صحيح. هلا الإطباق نحن بنقصد إنه الأسنان العلوية الفوق والتحت ينطبقوا على بعض، بحيث إنه بعلاقة معينة صحيحة تكون، بحيث إنه يكون شكل الأسنان ضابط وحلو، وتؤدي وظيفة جمالية، وظيفة يعني تؤدي عمل الوظيفي من حيث مضغ الطعام والكلام وكل الوظائف الثانية. وكمان عندنا الأسنان الارتصاف، الأسنان العلوية. أيوة. إنه تكون موزعة بطريقة نحن بشكل عام نحن نقول إنه تكون مرصوفة جنب بعضها بشكل مثالي، بحيث إنه تمنع الشفة العلوية، والخدين، بحيث انه لما الانسان يحكي او ياكل ما يعض على الشفة والخد من جوا. وهي بالنسبة للأسنان العلوية. الأسنان السفلية هي لما تكون الأسنان مرتصفة بشكل صحيح، انه تكون
وضعها مظبوط، انه بسوية جيدة. بسوية جيدة ومثالية. هي تمنع العض على الشفة السفلية والعض على اللسان أثناء الكلام أو المضغ، المضغ. أثناء مضغ الطعام. حلو كتير حقيقة. يعني كتعريف هيك هلا توضح لنا يعني بتوقع انه حتى المستمعين كمان فهموا الموضوع. دكتور، الخلل هذا لو نحكي عن السبب، يا ترى في ناس عندهم هالمشكلة هاي، سواء كانوا أطفال سواء كانوا كبار بالعمر، عند الجنسين مذكور يعني. تماما. شو السبب؟ هلا في عدة أسباب صراحة، يعني منها تكون أسباب تكون وراثية، يعني أيضا. موجودة عند الشخص بشكل طبيعي، وفي أسباب تكون موجودة من الصغر، إنه الشخص لما يكون بعمر صغير ينصاب بشغلة معينة تؤدي لخلل أو سوء الإطباق. تماما. في عنا عوامل مرضية، بعض أيضا. الأمراض أو الأورام أو الحوادث ممكن تؤدي لهذا الشيء. هلا ممكن مثلا بعض الأسباب نذكرها على سبيل المثال للحصر، إنه أولا كصغر حجم الفك، يعني أحد الأسباب صح. يكون نتلاقي بعض الأشخاص حجم الفك عندهم صغير، فالأسنان لما بدها تطلع فما في مسافة كافية لهالأسنان تطلع، فتسبب ازدحام يعني تماما. نقول، أو تراكب أسنان ما فوق بيكونوا بعضها. مجاورين، بيكونوا متقدمين تماما، على انه بعض او انه خلف. هو بشكل طبيعي، يعني الانسان لما يكون بمرحله الطفوله، لما يكون بعمر صغير، في عنا اسنان لبنيه وفي عنا اسنان دائمه اللي هي يعني توقع وتطلع الاسنان دائمه تماما. بدالها. هلا هل العمليه انه لما يكون في عدم تناسق بحجم الفك مع الاسنان اللي عم تطلع الدائمه، هذا الشيء راح يسبب، هلا هو السن راح يطلع تماما. فانه ما راح يلاقي محل، راح يطلع يا اما امام السن او او خلفه. خلفه صح. او جنبه مثلا بطريقه مائله. نعم. فهذا يسبب عدم انتظام او عدم انطباق واطباق الاسنان. في عنا شغلات مثلا رح ندرج فيها انه من اكيد. الصغر نعم. نعم. من العمر حلو الصغير كتير. للكبير. في عنا بعض العادات السيئة اللي الاطفال ضل. الأطفال والأهل ما يقدروا يتحكموا بأولادهم صراحة. صح. هي أولا استخدام المصاصة اللي هي اللهاية. نعم، للاسف هاي اللهاية هلا هي مقبولة الاستعمال لعمر معين، ولكن بعد عمر 3 سنوات بصراحة هذا يعمل لنا خلل بارتصاف الأسنان، وخاصة الأسنان الأمامية. فنحن على طول بننصح الاهل انه خاصه موضوع اللهاية، انه بعد انه الولد يصير عمره اكثر من 3 سنين، حاولوا تمنعوه عن اللهاية لانه يسبب بشكل مشاكل. تدريجي ايه، او كمان يعمل يعني السقف الحنك كمان يصير فيه ارتفاع، بروز فيؤدي او نعم. بروز الفك العلوي، يسبب تنفس فموي عند الاطفال. ايضا. نعم. كمان هي تؤدي لمشاكل يعني لما تنخر يتقدم. احيانا، تغيير لون يعني. اي تمام. هلا لما يؤدي مشاكلها كتير ربما. مشاكل كتير، يعني هي مشكلة جر مشكلة صح. بصراحة، صح. انه يسبب تنفس فموي مثلا، والتنفس الفموي يؤثر على على الاسنان واللثة، فيؤدي الى تسوسات، اكيد. نعم. تسوس الاسنان بشكل اكثر من صح. فرصة يعني. الاطفال العاديين. كمان عندنا فقدان الاسنان، يعني بحيث انه اذا هالطفل فقد السن اللبني، او اللي نحن نقوله لبني اللي هو المؤقت، نعم. يعني التسمية الدارجة. نعم. هل فقدان كمان يعني نحن عندنا الأسنان اللبنية هي تكون يعني موجهة للأسنان الدائمة لحتى تماما. تطلع. فنحن إذا عندنا فقد مبكر نتيجة مثلا هذا السن تسوس وصار في نخر أو شيء، ونحن اضطرينا نشيل هذا السن، فللأسف لما أنت تشيل هذا السن، يعني أنت تضطر تشيله. تمام. لسبب ما يعني. لسبب ما اللي هو مثلا يكون هسن خلص انه عم يسبب مشاكل، تماما. يسبب آلام، خراجات عند الاطفال، ممكن. فانت عم تقلع السن، فهذا الشيء يؤثر على السن الدائم اللي تحته، انه هو السن اللبني يكون موجه للسن الدائم. دليل له مسار. دليل مثل عم يوجهه للمسار اللي عم يطلع فيه. كلام صحيح. فلما نحن نقلعه او يعني يصير في فقد بهذا السن، احتمال السن الدائم اللي تحته يطلع بشكل مائل مثلا، او يطلع مثلا مو بالمحور اللي هو المفروض يطلع فيه. صح. فهذا كمان يعمل كمان يؤدي خلل بالاطباق واقتصاف الاسنان.
كمان عندنا عوامل وراثية طبعا حكيناها، هي دائما تكون متهم في يعني الوراثة بجميع الأمراض. متهمة بجميع أكيد. الأمراض والأشكال. نعم. الوراثة يعني بتلاقي إنه في عيال معينة تلاقي إنه عندها فعلا المشكلة عندها هاي. هالمشكلة، عندها الأسنان تورثوها. مايلة، أسنان فوق متراكبة على بعض، أسنان المحور تبعها فاتل أو أي شيء. كمان عندنا شغلة عد سوء العناية أيضا. بالفموية، نعم. الصحة الفموية. هذا الموضوع بصراحة يسبب كتير مشاكل. صح. يعني أنت اليوم لما عم تهمل أسنانك أو يصير في نخور في مثلا، فقدت سن معين، حطيت حشوة، حطيت جسر، اللي سبب من الأسباب يعني إنه بغض النظر. ومثلا حتى إنه المعالجة لنقول يعني هذا الشيء يكون مو على المريض، على الطبيب على يعني الطبيب. نوعا نعم. ما، انه المعالجة ما تكون سليمة 100%، ما ناقصة تكون مثلا. ناقصة، او ممكن مثلا المعالجة ما تكون كاملة. هذا الشيء كمان يسبب مشاكل بالاسنان ومشاكل باللثة، كمان تؤدي لخلل باطباق الاسنان. باقي الأسنان. سواء كان انه مثلا عندنا تيجان او جسور تكون يعني البعد العمودي تبعها مو ضابط، او تكون كبيرة أو صغيرة أو ما عم تأدي الوظيفة تبعها، فهي قاعد تعمل لها مشاكل بصراحة. كمان عنا شغلة تانية حكيناها، يعني هو التنفس الفموي يعني اللي عم يصير عند الكبار والصغار. نعم. التنفس الفموي هذا موضوع شوي يعني مختلف نوعا نعم. ما، يعني يصير يعني بالتنسيق مع دكتور الأذن، نعم. أذن أنف حنجرة. يعني له كتير أسباب بصراحة. يكون أما الطفل مثلا بمرحلة الطفولة يكون عنده تضخم باللوزات مثلا، نعم. يكون عنده تضخم بالقرينات، قرينات. عنده أحد فتحتين الأنف تكون مسكرة، انسداد يعني. انه مسدود مجرى مسدود. التنفس اللي هو الانف المفترض يكون، فيكون مسكر. صح. فالشخص او الطفل او البالغ بهي الحاله مثلا يضطر مثلا، خاصه اثناء النوم يعني تصير هاي الحادثه، انه يضطر يتنفس يعني. يتنفس من تمه. صح. فالتنفس الفمي يعمل لك كثير مشاكل نعم. بصراحه. يعني اولا يسبب جفاف الفم. أيوة. جفاف الفم يؤثر على الأنسجة المحيطة باللسان اللي هي اللثة أكتر شيء. صح. فتلاقي مثلا صار عنده التهاب لثة، بعدين صار عنده كمان كان عنده إهمال أو شيء، ما راجع طبيب، يصير عنده قلقلة بهذا السن. وحتى هذا السن يكون مثلا مو يعني ما في لا تسوس ولا شيء، بس صح. إنه موضوع النسيج الداعم لهذا السن يكون متخلخل ويكون في التهاب فيه. فمع مرور الأيام والإهمال يصير في قلقلة بهذا السن. السن عم يعني بده يصير عم يتحرك، فبده ينقلع السن، هذا إجباري. نعم. أو مثلا يكون في حركة نحن في عنا درجات لحركة الأسنان. هالحركة مثلا أثناء الإطباق عم تعمل له مشاكل للمريض، عم يعض على خده أو على شفته، فتسبب مشاكل كتيرة بصراحة. يعني هي تصير بالتنسيق بيننا وبين أكيد. دكاترة الأذن أنف حنجرة. عندنا حوادث السير طبعا، أيضاً. هي أيضاً. كمان تحت الأسباب. أحد الأسباب. يعني الحوادث السير ممكن تسوي مثلا شخص عمل حادث مثلا يصير عنده فقد بأحد الأسنان، يصير في عنده تشوه بالفك مثلا بطريقة معينة. مثلا هل المعالجة اللي عم تتم، العملية اللي عم تتم مثلا عم ترجع له الوظيفة بمقدار معين، نسبة هو معينة. نسبة معينة مو كاملة 100%. تماما. فكمان هي تسوي خلل أكيد. بالإطباق أكيد. وتؤدي لمشاكل تانية. عندنا كمان الأورام والأكياس. هاي الأورام تؤثر إلى حد ما. كمان عندنا شغلة اللي هي عند الأطفال، هي عادة مص الإصبع. يعني تلاقي الطفل ما ينام مثلا إلا ليحط الإبهام تمه يمصه تماما. ويحط راس وينام. بدل اللهاية بدل يعني. لهاي. فكمان نفس الموضوع عادي فعلا موجودة يعني عادي حقيقة. موجودة. يعني عم نشوفها عن... بالعيادات نعم. وعم يراجعونا المرضى بقصص الأولاد بشكوى الصغار هي. بشكوى موجودة يعني. نعم. مصل الإبهام أو مصل الإصبع هي عادي عند الأطفال أكتر شيء، شفناها عند الكبار يعني بس تماما تكون قليلة. قليلة، بس تكون كتير هيك المهم مص الإصبع هي تعمل لك مشاكل بارتصاف الأسنان الأمامية العلوية، إنه أكيد. بحيث يصير عندك الفك العلوي متقدم، نعم. والحنك سقف الحنك يكون عم يرتفع، تماما. والأسنان الأمامية يصير تتقدم لنحو الأمام. صح.
فانت هذا يعني هو الطفل لما يعض على اسنانه تحس الاسنان الاماميه جاي بارزه لبرا تماما باتجاه الامام. تماما. فكمان هاي المشاكل هو عم يسبب له مشاكل بالنطق، يعني مثلا موضوع النطق عند حروف يعني معينة، حروف سين معينة. في عنا حروف ارتكاز هي أساس النطق هو ارتكاز اللسان على الأسنان، صح على ذروة كلام سليم. الأسنان سواء كان الأمامية العلوية أو السفلية. فأنت لما الطفل عنده هاي العادة والأسنان العلوية أو السفلية صار فيها بروز، رح يتغير عنده نطق كتير صح حروف، صح. رح يصير في لدغة بحروف معينة، يصير عنده نقص بحرف معين، نعم. ورح يصير عنده صعوبة بنطق نطق بعض الأحرف، مهم. رح تلاقي مثلا الحكي تبعه مو مفهوم. مو مفهوم. كمان عندنا الشغلة اللي هي أحد العوامل اللي تجي مع الولادة هي الشق شفة وقبة الحنك، نعم. اللي هي باللغة العامية نقولها شفة الأرنب. شفت الأرنب. شفة الأرنب كمان تسبب إنه يصير في فقد لبعض الأسنان. صح. وأحيانا انعدام. انعدام، يعني هو نعم. السن بالأصل مو موجود، مو موجود. وهو عامل عملية لحتى يضبط الشفة أو قبة نعم. الحنك. كمان هذا الموضوع يأثر على النطق، يأثر على المضغ. صح هاي الحالة مثلا في إلها درجات، يعني صح. هل هاي الحالة مثلا عنده بس شق بالشفة، أو الشق موجود مثلا بالشفة وبقبة الحنك، أو هل هو منه بطرف واحد أو بطرفين. نعم. كل هاي العوامل يعني تلعب دور كتير كبير إنه تحدد لك إنه هل يا ترى هل الأسنان موجودة مو موجودة، مهم. غائبة يعني مفقودة. صح نطق الطفل، يعني حتى هو أحيانا بعض المرضى حتى مع عمليتين او ثلاثه عم يصير عنده نعم. عم يزبط عنده النطق والمضغ، ولكن عم يضل في عنده مو بالمية النسبه، تماما. تكون في نقص قصور صح بهي وظيفه المضغ والنطق. هاي تقريبا اسباب بشكل والله أسباب كثيرة ما شاء الله كلها. كثيرة، في اكثر، بس انه يعني هاي الاسباب الدارجه حقيقة والشائعه يعني بشكل تماما عام. دكتور، يعني ما كنت بتوقع انه يكون يعني السبب هل خلل هذا كل هالاسباب حقيقة، تماما. يعني هي اسباب جدا وضحها الدكتور وكان جدا مهمة، ونتمنى انه يكونوا استفدتوا واستوعبتوا موضوع الاسباب. لو نتطرق لموضوع الاعراض دكتور، هلا حكيتوا ضمن شرحكم لهالموضوع اه هذا انه تكون العرض مثلا بيجي يكون طفل انه والله واضح يعني في شيء مشكله. الاغلبيه الاعراض اللي عم تراجعكم بالعياده كيف بتكون شكل الاعراض؟ هلا اغلبيه الاعراض عم تجي مثلا انه خاصه الاطفال، انه شكوى انه والله لما عم يعض على اسنانه، عم يعض على خده من جوا مثلا، تماما هيكون تماما. في خلل بالاطباق. في عندك العض على الشفه، العض على الخد، العض على اللسان. ايضا. ايه تمام. في عندك تغير معالم الوجه، خاصه مثلا إذا كان مثلا في بروز للأسنان الأمامية أو العلوية أو العلويه اكثر. السفلية، يعني تلاقي شفة الشخص بارزة لقدام، تماما. مو لأنه نحن عندنا معيار الزاوية بين الأنف والشفة، هي الزاوية الأنفية الله الشفوية الله الله. مثلا لازم تكون ما تكون بتكون بمقدار معين مثلا، أو يعني معايير معينه، ايه مقاييس انه عندكم لازم تكون هي. حاده مثلا، ما تماما. تكون منفرجه مثلا. اذا اها. كانت منفرجه يكون في بروز مثلا، اذا صح. كان يعني مثلا صغر حجم الفك يكون الشفه مثلا غايره لجوا، غائره لجوا، انه المريض اغلبيتهم يجي فعلا يقول هيك. الدكتور انه ليش شفتي لجوا، او صح. مثلا واحد ليش شفتي الفك لبرا. السفلي الفك كذلك بارز مثلا. الفك يكون فيه بروز، نعم. او يكون فيه انه الدقن، يعني منطقة الدقن تكون غائرة لجوا، فيقول المريض انه لا، نحن نقول له بروفايل اها. محدب. ففي كتير شغلات مثل ما حكينا ضمن الهي انه في قلقلة بالاسنان تصير صح نتيجة صح. الاسباب هي. كمان السبب الاساسي والاهم هو صعوبة النطق والكلام وصعوبة المضغ. هي 3 اعراض، يعني هي 3 الاعراض هي كتير، يعني المريض هو انه من حاله يقدر يجي. يعبر عنها، انه يقول تماما. الدكتور انه ما اقدر احكي، او ما اقدر اعض لما، او انه لما عم اكل مثلا مو مرتاح عم اعض على شفتي. هي اكثر شيء انه المريض يقدر يوصلنا اياها طبعا. تماما دكتور. هلا خلال شرحك للموضوع الاعراض، هلا في ناس بيشتكوا من طبعا يكونوا متزوجين او حدا من البيت، اثناء النوم في صرير او صوت بيصدر من الاسنان، العضه، ما بعرف يعني هاي ايه كمان هلا نحكي عنها هي. هلا اه. موضوع
هلا لما يكون في هي احد ربما حالة هالاسباب، مرضية، ولكن هي حالة مرضية اها تعتبر. هو العض على الأسنان أو الصرير، اثناء يعني النوم صرير الأسنان، هو هي تكون أصلا ناتجة. هلا موضوع تاني يعني، موضوع آخر، بس إنه ولكن ممكن ممكن يكون سبب لزيارة الطبيب يعني. تماما. يعني حتى مثلا هذا يكون سبب إنه مثلا الإطباق الزايد على الأسنان، اها هو الصرير. يعني هو ايوه تلاقي المريض هو نايم عم يقز على أسنانه، تماما فأسنانه مع الأيام عم ترص، عم تماما تحف من بعضها، في في تكاكل. تآكل. نعم فكمان هذا الموضوع يسبب مثلا يكون في عنده تشنج بعضلات الفكين، اها فتلاقي مثلا عنده الشخص العضلات هالمنطقتين نعم تكون هيك بارزة، يعني نعم انه تطلع فيك انه تحسها هيك قوية، نعم متمرنة كويس يعني. طبعا هي شغلة تانية، هي تؤثر مثلا على المفصل. هي تكون اسبابها كتيرة. كمان تماما، احد اكيد الاسباب هاي يكون موضوع آخر يعني. اي موضوع، يعني انه يكون اعراض اسبابها مثلا اسباب نفسية، اذا ممكن تكون هاي حسب. ما أنا سبب لعدم الإطباق. هاي لا هي هاي مو سبب مباشر، موضوع يعني تقدر موضوع تقول آخر سبب يعني. غير مباشر، ولكن تمام احد الاسباب غير مباشره، يعني انه تماما بس كمان تؤدي أكيد أكيد للاطفاء. أكيد. دكتور، الإجراءات التشخيصية كأطباء السنية وجراحة الفكين، يعني شو الإجراءات اللي مثلا خلال الفحص السريري، مثلا بالكشف م- بالعين أو باللمس مثلا؟ م. في عندكم إجراءات أخرى شعاعية، مثلا صور شعاعية، سواء كانت البانوراما م. أو التصوير ايه. يعني المتقدم يعني. هلا بصراحه يعني التشخيص يتم بزياره دوريه مهم. للطبيب الاسنان. يعني سواء كان يعني في شغلات بتنشاف مثلا على الفحص السريري صح للمريض، في شغلات مثلا بتنشاف على انه نحن حالة بدنا اشعه، وهي اكثر شيء دارجه صوره صوره البانوراما بانوراما بتوضح للفكين، بتوضح رص كل شيء موجود، خاصه والقوام ايه بتوضح مثلا، والتوزع خاصة عند الأسنان مثلا إذا تكون فيها خراجات أو فيها ميلان، أو نعم، تكون أسنان مؤقتة لبنية، أو نموع مثلا نموها مثلا غير غير طبيعي أو تماما غير عن محورها، نعم فهي بتنشاف بالأشعة بصراحة. مهم. وكافي إنه بأي زيارة لأي طبيب إنه يشك بأي شيء يطلب الصور اللازمة لحتى يكشف على هذا الموضوع. إذا الإجراء البسيط هو فقط البانوراما هو خلال 5 دقائق أو صورة يعني بسيطة تماما، هو يعني توضح كل شيء يعني. توضح كل شيء. تماما. ايه. دكتور، العلاج بهالحالة هاي، سواء يعني عندكم مم. كأطباء سنية وجراحة الفكين، شو هو العلاج؟ هلا الحالات هي بصراحة هي أكتريتها، يعني في عنا كذا علاج. يعني أحد العلاجات هو مثلا إذا كان المريض عنده خلل بالإطباق أو بارتصاف أو المحاور مايلة للأسنان. هلا نحن عمليا عم نحولها لدكتور أخصائي تقويم الأسنان. نعم هو عم يشوف الحالة وشو لازمة، مثلا بده يحط تقويم ثابت أو متحرك. هو بده يشتغل على موضوع انه يرجع الاسنان ل ل لاطباق الارتصاف الطبيعي نعم تقريبا لجاراتها يعني. اي انه بحيث يكون الاطباق الاسنان مرتصفه نعم بشكل طبيعي، وتكون جنب بعض. وطبعا بهي الحاله ممكن دكتور تقويم، خاصة في حالات معي مثل ما قلت لك انه يكون حجم الفك يكون صغير، نعم ممكن يلجأ مثلا انه يعني يرجع الحالة مثلا المريض لعند الدكتور الجراحة، يقول مثلا بدي اقلع هذا السن مشان افتح مجال. تماما، استغني فهو عن سن فهو عم يستغني عن سن او اثنين التوزع بكل فك لحتى يرجع يعني يصف الاسنان يرتصفوا. بطريقة مثالية. اها ايه. طبعا هذا هي احد الاسباب، العلاجات عفوا. العلاجات. في شغله تانية، العلاجات نحن كدكاتره نقدر نعملها كوقائيه خاصه عند الاطفال. انه انت اليوم كطبيب قلعت سن لبني مؤقت، فانت عمليا انت لما عم تقلع سن، فالسن اللي وراه واللي قدامه انت عم تفتح له مجال، فهو عم يصير في حركه بالاسنان المجاوره، تماما، فراغ ففي عم يصير في جانبي. فراغ، فهو هذا السن على طول في حركه فيزيولوجيه وطبيعيه تماما للجسم انه يعبي الفراغ. اها فشو راح يصير انه السن اللي وراه فبده يميل ليعبي الفراغ هذا. تماما فهذا بس هذا الشيء عمليا عم يأثر على السن اللي عم يغلق، تماما عم على يسكر بنيته يعني. عم يسكر، فهو عمليا عم يتحرك صح، هذا عن ايه. محوره. عم يتحرك عن محور، عم يطلع من محله لحتى يسكر فراغ فيؤدي لقلع هذا السن. اها فنحن كوقاية نقدر نحط حافظات مسافة، في شيء اسمه حافظات مسافة. حلو
انه انت اليوم قلعت سن لطفل، في السن اللي قبله مثلا انت مثل موضوع شبيه لتركيب جسر مثلا. جسر، نعم. ايه، فبحيث انه انت تغطي السن، وفي مثل نتوء معدني عم يطلع، نعم. عم يستند على السن اللي ورا. اللي وراه. فمشان هو بالاساس يحافظ على هذا السن، ويحافظ على المسافه اللي انت السن اللي انت قلعته، لحتى يطلع السن الدائم ايوه. بطريقه طبيعيه حلو ويطلع كتير. بمحوره. حلو كتير. تمام. هلا في عنا شغلات تانية اللي هو موضوع الحوادث والأورام، هي تتطلب مثلا تدخلات جراحية. نعم. هي مثلا نحن نحاول قدر المستطاع انه نرجع للمريض كجمالية وكوظيفة نعم. للفك وللأسنان، رجع قدر المستطاع. طبعا في حالات معينة نحن ما نقدر يعني نعيد السن او الاطباق على نعيد ما الإطباق 100% يعني مثل ما تقول، بس انه نحاول قدر المستطاع. انه السن يلعب بوظيفته يعني تماما. كمان. في عنا حالات معينة، في جراحات تقويمية، جراحة فكية تقويمية. هاي في حالات اللي عم تصير مثلا إذا في واحد عنده بشكل طبيعي عنده بروز للفك العلوي أو بروز للفك السفلي، نعم. أو في عندك تراجع بالفك السفلي أو تراجع بالفك العلوي. فنحن هالحالات هي مثلا، يا اما اذا كان في تراجع بنقدم، طبعا هاي الحالات كتير معقده، تحتاج صح صح صح. يعني مشاركه بين دكتور التقويم دكتور الجراحه الفكيه، بحيث انه هو الفك المتقدم نحن نقصه تقريبا تماما. ونرجعه ونثبته بصفائح وبراغي. ايوه. وكمان التقويم. المتراجع نقدر نقدمه نحن في خاصة منطقة الدقن. يعني هي تماما. كثير في عالم مثلا تشكي تقول دكتور لا انا الدقن موضوع عندي جمالي يعني. موضوع جمالي، يعني هو في هي تتدخل مواضيع جمالية نعم. هالحالات، نعم. انه انا والله عندي الدقن كثير مايل كثير جاي لقدام، تمام. نقدر او نرجعه غائر لجوا او يعني. غائر يكون لجوا نحن نقدمه لقدام. طبعا هي عمليات شوي صعبة معقدة. ومعقدة ومؤلمة كمان، صح، يعني مؤلمة ومكلفة كمان نوعا ما. صح. فممكن حدا يعني نحن نحط المريض بالصورة انه هيك رح يصير معك، رح يصير في عندك وجع، في ألم، بدك تتحمل مثلا طول. لفترة معينة ما تقدر نعم. تاكل بشكل طبيعي، اللي نعم. هو لازم حقن تكون، اسنان. لا لازم انه لازم تتبع حمية معينة. فمو اغلب المرضى بيوافقونا على هذا الشيء، تماما. ونحن قدر المستطاع انه نحاول كل شيء فيه يعني جراحة كتير انه مثل ما تقول اوفر، اها. نحاول نبعد عنه يعني. تماما. يعني الشيء ضمن الطبيعي وضمن يعني الشيء المسموح والمريض يتحمله والدكتور يتحمله. اكيد إيه. اكيد. دكتور، مخاطر يعني هلا هاي النقطة اللي حكيتها، لو تحكينا عن مخاطر هالعمليات اللي بتجروها يا ترى. هلا هاي اخر محور حكينا عنه شوي، ربما يعني خطورته عالية، مساوئه ربما اكثر من أمم. نتائجه، ربما تكون ما نعم. يعني هي مرجوة، ولكن النقاط اللي ذكرتها هي الأكثر أهمية يعني. مخاطر بشكل عام إذا صارت تداخلات جراحية، عفوا تمام. اختلاطات جراحية. تماما. هلا موضوع الاختلاطات شيء تاني، ولكن المخاطر وهي يعني مثلا نبدأ بالتقويم على سبيل المثال. التقويم هل هو تقويم عبارة عن أسلاك وأقواس آمن. هلا هي آمنة ما في نعم، شيء، ولكن خارجي. أنت في عندك شيء على السن، هو عم يزيد من فرص تراكم الطعام والبقايا صح الطعام صح. على حاصرات نعم. على اسلاك التقويم. فانت هذا يعني فالمريض مفترض يعني اذا كان هو عم يعتني باسنانه طاق، لازم عناية فائقة. عناية، يعني يزيد العناية لطاقين او ثلاثة. فمشان مشان ما يصير عنده مشاكل نتيجة وضع مثلا التقويم اللي هو مثلا أغلبيتنا عم تصير أحيانا يصير في إهمال، فعم يصير تسوسات بالأسنان تماما. بشكل أكبر من إنه مريض طبيعي ما عم حاطط تقويم مثلا. نعم. احيانا مرضى يراجعونا مثلا نتيجة آه، انه في حشوات الدكتور اضطر انه يسويها، فيصير عنده التهاب لثة، فنحن عم نعالج التهاب لثة. صح. كمان هي احد الاختلاطات. اختلاطات العمل الجراحي، هو مثل ما قلت لك انه في رح يصير في عنده صعوبة بالكلام اللي هو نعم. بالتحدث يعني، صعوبة بالمضغ. رح يتبع حمية لفترة معينة صح. لحتى هالعملية تاخذ نتيجة، وبالنهاية هو عمل جراحي يعني. أكيد. فانه المريض ملتزم، بده يلتزم بخطة علاجية معينة. فممكن
هي مثلا مو كل المرضى مستعدين انه يلتزموا بحمية او بنصائح او مثلا بعلاج فيزيائي او شو ما كان. فاغلب يعني هي المخاطر بشكل عام يعني تماما مثل ما تقول. تماما. اكيد هاي رح طبعا نختم. في موضوع بس انه تفضل دكتور. الشغله واحده انه يعني الاختلاط الاكثر شيء اللي هو المريض عم يعني بشكل عام يشكي منه هو الالم. دائما. هو هذا على طول يعني صح. سواء كان التقويم او العمل الجراحي او اي علاج عم يتم هو الالم. موضوع تماما. الالم هو الشكوى الرئيسيه بصراحه اللي هو عند اكثر شيء مرضى عم يصير. عند مرضى الأسنان دائما عندهم فوبيا من إبرة البنج، ايه ودائما عند الأطباء السنية. ولكن حقيقة التطور اللي يعني عم يواكبه مجال السن، يعني اختصاص السنية والفكية وجراحة اللثة، يعني صارت الفرص أكثر والراحة أكثر. يعني قبل تماما. كان المريض مثلا يزور الطبيب لأكثر من جلسات، هلا صار في أمور أخرى تماما هلا يعني. في صار تقنيات، نعم. في وسائل للتشخيص، وسائل تماما. للعلاج، سواء فورية كان يعني. بأجهزة أو نعم. بمعدات أو حتى بمواد. يعني حتى يعني قبل مثلا ما في انه مادة معينة مثلا انه انت تسحب العصا مثلا تعالجه بجلسة واحدة. تماما. فانت مضطر الطبيب يعني سواء الطبيب او المريض الاثنين مضطرين يتحملوا بعض. صح. انه انت ملتزم بخطة علاجية صح. لجلستين او ثلاثة او اربعة، وانت لحتى تحط المادة اللازمة نعم. لهي المعالجة. هلا لا يعني التقنيات مثل ما قلت صح. لك التقنيات متوفرة، العدة كأجهزة كل شيء متوفر. المواد المستخدمة كمان كل شيء متوفر بحيث انه انت المريض يراجعك بجلسة واحدة تخلص له اموره ويطلع مثلا. تماما. دكتور، حقيقة نحن كنا يعني الدكتور كان محضر موضوع آخر أيضا، موضوع ورم والأكياس والخراجات، ولكن الوقت داركنا. الحديث تمام. كان جميل حلو كتير تسلم. معكم، والمعلومات كان جدا مهمة وواسعة، والدكتور محضر كتير معلومات حلوة وجميلة إن شاء الله على أمل ان شاء الله يا رب. لقاء آخر إن شاء الله. طبعا رح نختم لقائنا الجميل وحضور الدكتور فرياد خلف، اختصاصي بأمراض الفم والأسنان وجراحة الفكين، بنصائح وتوصيات من عند طبيب اختصاصي أمراض فم وأسنان وجراحة الفكين للأصحاء، مثل ما ذكر من شوي إنه موضوع العناية الفموية، واللي عندهم حالات مرضية أو حالات معينة. رح نختم لقائنا من عند الدكتور فرياد. طبعا هو مشكور على الحضور الجميل وعلى هالمعلومات القيمة. تفضل دكتور. هلا دائما نحن نقول درهم وقاية خير من قطار قنطار علاج. علاج، هذا أكيد. يعني يعني الوقاية تبدأ من الإنسان، من الشخص نفسه شخصه. يعني. نعم. أول شيء أنت تهتم بصحتك الفموية. يعني موضوع الأسنان وآفات وأمراض الفم والأسنان هي مثل أي أمراض تانية، يعني نعم. إنه ما نهملها عن قصد أو. تماما. فالموضوع إنه أنت تعتني بأسنانك. على الأقل نحن عم نقول أحيانا المريض يا أخي غسل أسنانك ولو مرة مرة واحدة. باليوم إنه أضعف الإيمان يعني. اضعف الايمان. نعم. تناول يعني واحد ياكل يعني مأكولات ومشروبات صحيه. صح. وخاصه عند موضوع الاطفال بصراحه نحن عم كثير عم نشوفها بالعياده. انه هو موضوع الاكلات والوجبات السريعه، ومثل ما يقولوا الشيبس وشوكولا وهي. أيوة. نحن هي الاطعمه نحن نقول لها ستيكي فودز، الاطعمه للصاقه. أيوة. فهي انت الطفل لما عم ياكلها او عم يشرب مثلا مياه غازية مياه مثلا. غازية، بيبسي، سواء كولا أو شو ما كان. نعم. أي فهاي تؤدي للالتصاقة على سطح الأسنان. نعم. فهو عم يصير في تحريض وهي غنية بالسكريات. يعني هو أيوة. الغذاء الأساسي للبكتيريا اللي عم تسبب تسوسات الأسنان وكل هالأمراض. هي البكتيريا اللي عم تتغذى على السكر الموجود صح. بهي الأطعمة نعم. بصراحة. ومثل ما نقول يعني انه انت اليوم تتدارك مرض او عرض او اي شيء تتداركوا باول واحسن ما تتداركوا بالاخير. يعني انت اليوم لما عم تيجي على دكتور عم تفحص عم تزور دكتور بانتظام بشكل دوري، دوري. لنقل بالسنه مره او مرة مرتين. مرتين. فانت اليوم اذا كان عندك تسوس بالسن يعني
ينعمل مثلا بحشوه ضوئيه او حشوه بجلسة، املجم بحشوة او معينة. شو من كان المعالجه، انه احسن منه تعيفه سنه سنتين. يصير عندك مثلا بيصير السن بده سحب عصا، صح. بيصير بده تاج وتلبيسه، إجراء طويل بيصير ومكلف. إيه طبعا تماما. بده يعني ومؤلم. هو اجراء فيه الم، فيه معالجه، فيه وقت. فيه جهد، فيه هدر وقت طبعا، صح. فيه هدر هدر يعني انت مادي. هدر مادي. انت أكيد اليوم يعني. المعالجات السنيه بشكل للأسف يعني عام نعم. للاسف كتير غاليه يعني. هي فنحن عم نقول ولو انه انت بالسنه مره او مرتين او اي في حال شكيت باي شيء، طلع عندك اي شيء، عندك خراج، عندك ورم بوجهك، صار عندك مثلا لنقل اي شيء، حسيت شيء مو طبيعي ضمن الفم او على الوجه او اي شيء، انت روح. يعني انت اليوم اذا استشرت الدكتور احسن ما تتطور الحاله ويصير بدك اجراءات ومعالجات انت بغنى عنها. تمام. فنحن مثل ما تقول على طول نقول ابدأ من نفسك. أيوة. المعالجة هي من عندك بتبلش. أكيد. واهتمامك بصحتك، بنفسك بنفسك، بسنانك، يعني تشوف زيارة الطبيب الطبيب الدوري. بشكل دوري، سواء ولو على الأقل بالسنة سنوية. مرة. نعم. ايضا موضوع اللهاي هذا عجبني كثير، لانه نحن عم نعاني منه. يا ريت لو تذكرها هي كمان دكتور، موضوع اللهاي العمر المعين يعني. اللهايب هي مسموحة من الولادة لعمر 3 سنوات. أكثر من 3 يعني نحن 3 سنوات عمليا كتير حتى، بس إنه ل3 حد سنوات ماكسيموم. مقبول، حتى نعم. أقصى ماكسيموم 3 سنوات. نحن يعني لعمر سنتين إذا قدرت تمنع اللهاي عن الطفل بيكون كتير كويس. بس هلا في عالم تقول لك لا، انه ما اقدر على ابني هو ما يسكت او ما ينام الا باللهاي. فنحن نقول انه اوكي مو مشكله، بس انه حاولوا مثلا تبعدوها عنه، تمنعوا اللهاي. مثلا انه اليوم بكره مثلا اليوم اعطوه لهاي خليه ينام، مو مشكله. بكره حاولوا تمنعوا تماما. يومين، او انه بشكل بحيث انه هي تدريجي يعني. بشكل تدريجي مثل ما تقول. وماكسيموم هو يعني حد اقصى 3 سنوات. بعد 3 سنوات عم تعمل كتير مشاكل. ونحن عم نشوفها بالعيادات بصراحة. نعم. سواء كان عم تأثر على يعني حتى موضوع اللهاية وموضوع مص الإبهام عند الأطفال عم يأثر حتى على نمو الفكين. عم يأثر على نمو الفك العلوي، عم يأثر على نمو الفك السفلي. فأنت بهاي الحالات حاول تمنع هذا الشيء عن طفلك ولو هو بده. يعني في عالم تقول لك والله دكتور ما فيني على ابني، والله قلبي ما عم يطاوعني. انه هو موضوع هاي مشكلتكم. هاي مشكلتكم. بس انه اذا هالطفل صار عمره 15 16 سنه وعنده في بروز بالفكين، في عنده عدم ارتصاف بالاسنان، وعدم انتظام، وعنده الاسنان الاماميه بارزه، تحملوا المسؤوليه. انتم رح تتحملوا في اجراءات وفي معالجات رح تتكلفوا فيها، رح يتعب فيها المريض، رح يروح فيها وقت، رح يروح فيها كتكلفة مادية. نعم. فأنت بغنى عنه. لا، خلي هو هذا الطفل أنت رص عليه، ضايقه ولو أسبوع، 10 أيام، 15 يوم، شهر لنقل، أحسن ما الطفل يصير عمره ب 15 16 سنة وهو عم يبلش معاناة. نعم. وبده يراجع الدكاترة، وبده يبلش مسلسل أكيد. المعالجات وهالقصص هيك كلها. أكيد. وناهيك عن أنه يكون وسط غير نظيف مرات يعني. تماماً. أحيانا يكون يعني تماماً. بيئة يعني للجراثيم. نشكركم. بنهاية اللقاء دكتور فرياد خلف، اختصاصي بأمراض الفم والأسنان وجراحة الفكين، على اللقاء الحلو والحضور الجميل والمعلومات القيمة. تسلم، الله يخليك، وشكرا لكم والكنترول، وشكرا لكل المستمعين. شكرا لك مستمعينا. بشكر حسن متابعتكم، وبشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.
صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.